مرحبا بكم في درس جديد والذي سنتعلم فيه إنشاء جدول وجعله مميزا مع إضافة دالة احتساب العمر أو احتساب الفرق بين تاريخين سواء بالسنوات أو الشهور أو حتى الأيام. لنبدأ. بعد كتابة عنوان جدولنا سوف نقوم بتجميع الخلايا من خلال هذا الزر بعد تحديد الخلايا. بعد تعبئة باقي خلايا الجدول سنقوم بتحديد أعمدة الخلايا وبعد ذلك سنذهب إلى ما بين عمودين إلى غاية الحصول على علامة زائد كما تشاهدون ثم نقرتين بزر اليسار للفأرة للحصول على خلايا حجمها يناسب حجم النص الموجود. نفس الشيء سنقوم به مع السطور يعني تحديد ثم نقرتين بزر اليسار للفأرة بين سطرين. نقوم أيضا بوضع سطور الجدول من خلال هذا الزر. للحصول على تاريخ اليوم نكتب تساوي أولاً المتبوع بكلمة أوغوردوي ثم قوسين. للقيام بنفس العملية في باقي الخلايا نضغط على الخلية ثم الذهاب إلى أسفل الخلية على اليمين إلى غاية الحصول على علامة زائد ثم الضغط بزر الفأرة مع عملية الجر إلى الأسفل كما تشاهدون. لاحتساب العمر بالسنوات نكتب الدالة التالية مسبوقة دائماً بتساوي. للقيام بعملية الحساب بالشهور نعوض Y, BM.